تمام، بسم الله نبدأ يا شباب. زي ما قلنا كده احنا النهارده هو اوفر فيو هايلايت كده او هليكوبتر فيو زي ما بيقولوا على فكره الاي ار بي. فهنتكلم النهارده هنقول ايه هو الاي ار بي. الاي ار بي اختصارا هو انتربرايز ريسورس بلاننج. الريسورس بلاننج ده ما هو الا عباره عن سوفت وير. يعني ايه برضه سوفت وير؟ نجيب الموضوع من ورا قوي خالص. الفكره كلها ان السمارت ديفايس في العالم كله دلوقتي اما هي بدات طبعا بالكمبيوترز، وكانوا دايما بيقسموها لسوفت وير وهاردوير. طبعا نفس التصنيف ده موجود برضو دلوقتي في كل السمارت ديفايسز. انت في الاخر عندك سوفت وير وعندك هاردوير. الاي ار بي هو نوع من انواع السوفت وير. الكونسبت بتاعه هو بيفوكس على ايه؟ هو بيفوكس على الدي تو دي اكتيفيتي او الدي تو دي تاسك او الدي تو دي ترانزاكشنز اللي بتتم جوه الاورجنايزيشن. وبالتالي هو سوفت وير كل مهمته ان هو بس بيفوكس على الاكتيفيتي اللي بتتم جوه الاورجنايزيشن دي باي دي، بمونيتور بريكورد الترانزاكشنز ديت وبمونيتور الترانزاكشن، وبالتالي بشوف ايه اللي بيحصل عندي في الاورجنايزيشن. وعليه زي ما بيقولوا بيفوكس الاي ار بي على البيزنس بروسيس اللي بتتم جوه الاورجنايزيشن. البيزنس بروسيس هنا المقصود بيها زي ما بنقول كده البي اوز، حركات المخازن، حركات البروجكتس، دي كلها بروسيس بتتم جوه الاورجنايزيشن. عشان اجي اشتري بيبقى كل ترانزاكشن من دول ليها بروسيس عندي عشان تقول لي او تكلير ليا ازاي اعمل الترانزاكشن ديت از بروسيس. الفكره بتاعت الاي ار بي هي فكره الانتجريتي او فكره الانتجريشن. بمعنى ايه برضو؟ الفرق بينه وبين السوفت وير مثلا اللي عندي على الموبايل. السوفت وير اللي عندي على الموبايل هو سوفت وير بعمل بيه مثلا، بتابع بيه مواقيت الصلاه، ممكن زي الاكسل شيت بعمل عليه ترانزاكشنز، بعمل ريكورد، بسيف مجموعه من الروز، بانتر مجموعه من الريكوردز. القصص دي كلها بتتم على individual سوفت وير. الاي ار بي لا، انتربرايز. يعني ايه انتربرايز؟ هو مجموعه سوفت ويرز جوه بعض، بينهم انتجريشن، بيكلموا بعض بطريقه او باخرى عشان في الاخر اوصل من خلال الاكتيفيتي اللي انا بعملها عليه ان يبقى عندي داتابيز بيها كل الريكوردز بتاعتي بتكلم بعض. بي او بيكلم مخازن، مخازن بتكلم جي ال، الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها بعد شويه. وبالتالي مش سوفت وير منعزل، لا ده هو مجموعه سوفت ويرز او مجموعه موديولز. الموديولز دي بتكلم بعض بطريقه او باخرى من خلال الانتجريشن الداخلي اللي جوه الانتربرايز ده. وبالتالي يبقى احنا عندنا بزنس بروسيس بكفرها بانتربرايز ريسورس او انتربرايز ريسورس بلاننج، عشان في الاخر اوصل ل ان الداتا بتاعتي متسيفه في مكان بقدر استعيدها في اي وقت انا محتاجه. لو دخلنا على السلايد اللي بعدها، السلايد اللي بعدها هتدينا بريف عن ايه؟ عن التاريخ بتاع الاي ار بي. هو الاي ار بي اصلا جه منين؟ هنلاقي ان اصلا الفكره بتاعت الاي ار بي دايما المخيله بتاعتنا زي ما احنا قلنا من شويه هو سوفت وير، بس هي البدايه ما كانتش سوفت وير. يعني دي برضو ايه الحاجه المفاجاه اللي هتبقى ليكم. البدايه ما كانتش اصلا الاي ار بي، ما كانتش بدايته سوفت وير دايركت. هو بدا من الورق زي ما كلنا بنبدا. يعني حتى لما بنيجي نعمل امبلمنتيشن في شركه من الشركات، ممكن نلاقي ان الشركه دي اصلا بتشتغل كل الترانزاكشن بروسيس بتاعتها بتعملها على ورق، وبيكلموا بعض من خلال بقى مانجمنت سيستم كده بيستخدموه ورقي، بيعتمدوه بينهم وبين بعض كادارات او كستيك هولدرز داخل المنشاه. الاي ار بي بدا كده برضه في العالم كله 1913. مهندس اسمه فورد حط الموديل بتاعه. الموديل بتاعه كان اللي هو الايكونوميك اوردر كوانتيتي، كان محطوط عشان التصنيع. المصانع في اوروبا وفي امريكا كانت بتنتج. ما كانش فيه تنظيم للانتاج. زي ما احنا عارفين لو حد درس اداره ودرس النظريات الاقتصاديه هنعرف ازاي الموضوع بدا، وان هم ازاي كانت فكره اللبيسه والقلم، واحنا ازاي نوزع خطوط الانتاج ونقسم خطوط الانتاج. القصه برضو مع الاي ار بي بدات نفس القصه. الراجل ده مهندس على خط انتاج، حب يحط موديل عشان موضوع الاوردرز والكوانتيتيز اللي بتيجي والاهدار والسكراب والقصص دي كلها، فحط موديل ورقي عشان خطوط الانتاج مع المخازن تكلم بعض بطريقه او باخرى مع السيلز، بحيث ان هو يقدر يوصل للايكونوميك اوردر كوانتيتي ويحافظ على السيلز بتاعه وينتج او يعظم انتاجه زي ما احنا بنقولها يعني.
وبالتالي احنا بنتكلم على اكتر من 100 سنه، تمام كده تقريبا يعني للتاريخ بتاع الاي ار بي. الموضوع طبعا كعاده اوروبا، الفكره بتاعت الايديا ما بتقفش، الفكره بيتم تداولها. خدها 2 مهندسين، تول ميكر بلاك وديكر، دول في 1964، وخدوا الموديل بتاعه من خلال المين فريم. لو ما حدش يعرف المين فريم، المين فريم هو الاب الروحي للديسكتوب اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي، وبعد كده طبعا السمارت ديفايسز، سواء بقى لابتوب وتابلتس وموبايلز وهكذا. المين فريم ده كان الكمبيوتر الضخم الكبير جدا، اللي هو كان يكاد يكون في بداياته كان بيبقى عباره عن مبنى، او عباره عن بيلدنج كبير، عباره عن ديفايسز، رامز وهارد، والكلام اللي احنا دلوقتي بنشوفه حاجات صغيره، هي كانت حاجات كبيره. هما الاثنين مهندسين دول قدروا ياخدوا الموديل بتاع فورد ويحولوه لحاجه سموها الام ار بي، الماتيريال ريكوايرمنت بلاننج، تمام كده. وبيقع برضه في نفس الفكره، احنا ازاي خطوط الانتاج تفضل شغاله، والعلاقه ما بين المخازن والانتاج والكميه وهكذا. فحطوا الموديل بتاع عمنا فورد، حطوه على المين فريم البيج كمبيوترز، عشان في الاخر يستخدموه، اللي هي باللغه بتاعتنا كده ايه، الاكسل شيتس في القصه. بس طبعا دي كانت زمان بتتم على اجهزه ضخمه. انا كان ليا مهندس اشتغلت معاه من حوالي 5 سنين، ده كان مهندس كبير في السن ما شاء الله، ربنا يديله الصحه يعني. ده حضر جزء من المين فريم هنا في مصر، كان بيقول لي ان احنا بنكتب الكود. الناس اللي كانت بتكتب كودنج زي الديفلوبرز اللي احنا بنشتغل معاهم، الناس اللي هي بتكتب كود لانجوج، بتستخدم الكمبيوتر لانجوج عشان يكتب كود للحاسب الالي او للكمبيوتر. بيقول لي احنا كنا بنكتب على ديفايسز، لو انت كتبت حرف غلط، لو كتبت ايه مكان سي، سي مكان ايه، انت بترمي الديفايس ده وتجيب ديفايس جديد عشان تحطه جوه المين فريم عشان تكتب عليه الكود بتاعك. وعشان نكمبايل، دلوقتي احنا بنكمبايل بثواني، هو كان ممكن يقعد يوم يكمبايل في الكود بتاعه عشان يوصل للايرور هو موجود فين. فاخواننا عملوا الام ار بي بتاعهم، دول اول ناس حولوا الفكره الورقيه، حولوها لسيستم بيتم استخدامه على مين فريم. والموضوع ما وقفش عند كده. وطبعا هنا لو واخدين بالكم، بدات بقى ايه الار بي تبدا تظهر، بس تظهر باكسبريشنز مختلفه. في 83 الموديل ده اتحول من ام ار بي، بقى اسمه ام ار بي 2. الام ار بي 2 ده هو عباره عن ايه؟ هم خدوا نفس الفكره اللي قبليهم ويزودوا عليها. قالوا احنا احنا عندنا سكراب عايزين نكنتروله، فبدا يدخل فيتشرز يكنترول منها السكراب. عايزين نشوف البرشيزنج بيتم ازاي، فاحنا عايزين نخاطب الناس بتاعت السبلاي تشين، فاحنا هندخل فيتشرز تخاطب السبلاي تشين عشان نديهم الريستوك بالانس بتاعنا، او ريستوك كوانتيتي اللي احنا محتاجينها عشان هم يغذونا بيها. وبالتالي طلعوا الموديل الجديد، وعشان يفرقوه عن الموديل القديم سموه ام ار بي 2. وكمان ايه الميننج اختلف، بقت ام مقصوده بالمانيفاكتشرنج، الار بقت ريسورس، والبي بلاننج. وبالتالي اول مره بقى تظهر معانا ريسورس اللي بعد كده هتيجي للاي ار بي فيما بعد. 70 80 يعني 1900، من 1970 1980 لاخر كمان 80، كان كل بقى شركه بدات تاخد الفكره وتنفذها عندها. ناس بتشتغل في الاوتيلز، او ناس في الموتو، ناس بتشتغل في الريتيل، ناس بتشتغل في الهيلث كير. الناس دي بدات تاخد الموديل ده ويحاول يعمل سوفت وير يعني يكفر او يميت او يخاطب البيزنس بتاعه. وبالتالي كانت الام ار بي 2 شغال زي ما هو، بيخاطب مين؟ بيخاطب التصنيع. الناس الثانيه، الشركات الثانيه، السوفت ويرز، الشركات بتاعت السوفت ويرز بدات تعمل سمول ابلكيشن سوفت ويرز تخاطب بيها القطاعات الثانيه. من هنا بقى بدات الفكره، بدات بقى شركات تظهر زي اوراكل، زي اس اي بي. الشركات تقول طب وايه المشكله ان احنا نجمع السوفت ويرز دي مع بعض ونحطهم في وان ابلكيشنز، ونديله اكسبريشنز ونسميه الاي ار بي، ونديله كاتيجوري نكفر بيه البيزنس مانجمنت سوفت وير از بزنس مانجمنت سوفت وير كاتيجوري، ونسميه الاي ار بي. ومن هنا من 1990 بدا الاسم يتم تداوله بصوره كبيره جدا، وهو تجميعه الام ار بي 2 مع السوفت ويرز اللي اتعملت في السبعينات والثمانينات. القصه دي قامت بيها اوراكل، وقامت بيها اس اي بي، وبعد كده طبعا لحقتهم شركات ثانيه كتير من ضمنهم مايكروسوفت، وهنتكلم عن الحاجات دي دلوقتي. وعملوا لنا الاي ار بي. وبالتالي الاي ار بي كده
هو ايه؟ هو ملخص افكار يا جماعه، هو ملخص افكار جت من ازاي ان انا اكونترول خط انتاج عندي، وكنترول الكوانتيتي، وكنترول الاوردرز بتوعي. بعد كده بدات الموضوع الفكره تيجي، وده اللي انا عايز اوصله لكم، ان الافكار هي اللي بتليد السيكتور ده. فكره على فكره، سوفت وير على سوفت وير، ابلكيشن على ابلكيشنز، بتلاقي الموضوع بيكبر. حتى انتوا بتلاحظوا الموضوع ده، اوبر تطلع بعد شويه، شركات شرق اوسط تبدا تظهر زي كريم، اوبر تستحوذ، شركات صينيه تبدا تخش. كل واحد بيحط الفكره بتاعته. شركه بتيجي تقول لك لا، يعني انا بديكم بس مثال واقعي شويه. شركه تيجي تقول الاوبر درايفر او الاوبر كابتن ده ما بيبقاش شايف الديستنيشن، لا انا هخليه يشوف الديستنيشن، فانا ابدا اعمل فكره لغايه ما تلاقي ثلاث اربع خمس شركات بيتنافسوا مع بعض في نفس الفكره. ممكن بعد كده نلاقي بنتكلم في انتربرايز ابلكيشنز بيخص الفود مع التريب مع ممكن يبقى التيكتس، سواء تيكتس كمان ممكن تبقى انترناشونال تيكتس، مش تيكتس بس لوكال. ممكن الشركه تطلع تبدا تاخد الافكار دي مجمعه وتطلع وتعمل انتربرايز ليها يعني. من 1990 لبدايه ال 2000 احنا خلاص بقى عندنا حاجه اسمها الاي ار بي. الاي ار بي الكوست بتاعته عاليه، امبلمنتيشن عاليه لكل الشركات، مش شركه بعينيها. فبدا مع طبعا التطور، التكنولوجي ما بتسكتش، هاردوير ما بيسكتش زي ما احنا شايفين وبنشوف. كل يوم احنا كنا بنتكلم في الالفينيات، كنا بنتكلم من 6 شهور وبنتكلم على ترند جديد. احنا دلوقتي يا جماعه بنتكلم كل شهر بنتكلم في ترند. كريبتو بتظهر، بلوك تشين بتظهر، عندك الاي او تي شغال، عندك الاي اي شغال، عندك السمارت ديفايس والسمارت هومز، الموضوع شغال. الانوفيشن عالي جدا، الايديا عاليه جدا. ده برضو بيخلينا ان احنا دايما مش هنقعد بقى، ده برضو رساله ليكم، نقعد بقى نقول اي ار بي مش اي ار بي. لازم نسبق الخطوه دي، ولازم برضو حاجه لينا كمجتمع اسلامي وشرقي. الفكره كلها احنا ليه دايما مستهلكين للقصه دي؟ برضو انا اهو بعد السنين دي كلها وانا راجل بشتغل كونسلتنت، وبشتغل بسبورت الابلكيشنز ديت في امبلمنتيشن جوه شركات في مصر وخارج مصر. برضه الواحد بتبقى بتيجي عليه لحظات حزن، ليه احنا ما يبقاش عندنا الافكار، ناخد الافكار نكمل على الافكار بتاعتهم. ليه هم سابقين؟ ليه ده السلايد دلوقتي بتقول لنا ايه؟ ان هو خلاص من الاون بريم. الاون بريم ده ايه المقصود بيه؟ الاون بريم ده اللي هو الاي ار بي على اللوكال ماشين بتاعتك. يعني انا عندي شركه سويدي عندها داتا سنترز جوه، عندك اوراسكوم عندها داتا سنترز جواها، عندك شركات كتير جدا عندها داتا سنترز بتاعتها جواها. فهو حاطط الابلكيشنز بتوعه، حاطط الانتربرايز بتاعه على الداتا اللي على السيرفرات اللي موجوده جوه الراكات اللي جوه الداتا سنترز ديت، وخلاص شغال. وبيجيب شركه بتعمل امبلمنتيشن، وكل فتره او عنده تيم بيسبورته، كل فتره بيعمل له كام كاستمايزيشن بيرسوناليزيشن على الشاشات بتاعته، وقاعد ساكت. العالم ما سكتش. قلت لكم من التسعينات، من 90 لغايه 2000 الموضوع كان على الاون بريم. من بعدها بدا العالم يتكلم على الكلاود. الكلاود فكره بسيطه قوي. اللي انا عملته دلوقتي انا والباشمهندس عمر، ان انا كان عندي سلايد موجوده على الجوجل درايف، ده بيصنف ان هو ستورج كلاود او كلاود ستورج، وعملت له شير فهو يقدر يفتح الفايل ده من عنده. ده فكره الكلاود. انا ببسطها لكم شويه بفكره الاستورج، ان انا عندي ستورج موجود على جوجل درايف، او موجوده على البوكس، او موجوده على الوان درايف، او موجوده على اي ستورج سيرفيس. بحط الفايل عليها، ببعت لينك للشخص الثاني او مجموعه اشخاص، الشخص ده بيقدر يشوف الفايل. الموضوع كمان اتطور يمكن مع تيم، لو حد متابع منكم تيم موضوع لوب بتاع مايكروسوفت. الفكره دلوقتي كمان مش شير بس، انا ممكن اشير من جوه الكلاود وابقى شايفه وهو بيأديت. لو انا مديله الايديت بيرميشن هو يقدر يأديت الفايل ده. فالكلاود هو ده المستقبل. كل الشركات رايحه له، كل السيرفيس رايحه له. الاكس اي اي اس ديت اللي هي اختصار everything as a service. كل حاجه في العالم يا جماعه هتحول للقصه دي. فيزيتا هي سيرفيس، احنا بنتكلم يداوي هي سيرفيس، كلاود كل ده بنتكلمه كلاود. اوراكل كلاود هو سيرفيس. بنتكلم اس اي بي هنا كلاود از سيرفيس. العالم كله بيتحول. حتى انت امسك الموبايل بتاعك دلوقتي، كم من الابلكيشنز اللي انت كنت بتشتريها ب 50 وب 150 دولار دلوقتي بيقول لك لا هو سبسكريبشن. ايه فكره السبسكريبشن؟ هو فكره السبسكريبشن هو كلاود سيرفيس. هو بيقدم لك اللي احنا بنسميها الساس سيرفيس، او اللي هي السوفت وير از سيرفيس. هو بيديك سوفت وير وبياخد منك اللي احنا بنقولها بالبلدي ايجار كل شهر، بياخد منك سبسكريبشن فيز كل شهر
عشان تستخدم السوفت وير. الكلاود هو المستقبل. فكل الاي ار بيز دلوقتي بتتحول من الاون بريم، ودي برضه معلومه مهمه لازم تبقوا عارفينها، من الاون بريم، من اللوكال ماشينز بتاعتك، من اللوكال سيرفرز اللي موجوده، بتروح للكلاود. الكلاود ده، طب حد يقول طب ماشي، والكلاود ده موجود فين؟ هي في الاخر هي برضه عباره عن داتا سنترز، بس موجوده سنترال حوالين العالم. دبي من ضمن المناطق اللي بقى في الشرق الاوسط موجوده. مصر اعتقد يعني قاب قوسين او ادنى الموضوع يبقى فيه داتا سنترز جلوبال انترناشونال موجوده في مصر. طبعا جنوب شرق اسيا مليانه، بنتكلم امريكا مليانه. الكلاود سنتر اللي احنا بنسميها السنتر سيرفيس موجوده. انا ممكن بكون بستخدم ابلكيشن الهارد ديسك بتاعه ممكن يبقى موجود في جنوب شرق اسيا. اللي ازوده لكم بقى، ممكن بكره اصحى الصبح نفس الابلكيشن بنفس اليو ار ال، بس تكون الداتا موجوده في امريكا، في واشنطن، في مكان تاني. ليه؟ لان هو الاخر بيشتغل بالار دي، بيشغلك من اي حته. هو معتمد ان العالم كله هو ما هو الا شبكه واحده، من خلال طبعا ال 5 جي وال 4 جي واللي احنا داخلين عليه 6 جي والقصص دي كلها، والويب 3 والكلام ده كله. الداتا انت ما بتقدرش تعرف هي موجوده فين، لان خلاص هي كلاود موجوده في السحابه حرفيا. زي ما الكلمه يعني زي المعنى بتاع الكلمه. فالفكره اللي انا عاوز اوصلها لكم، الاي ار بي خلاص هو راح بقى لفكره الكلاود. انت السنه دي، السنه اللي فاتت، السنه اللي قبلها، من 5 سنين حتى في مصر احنا بدانا نتكلم باللانجوج بتاعت الكلاود. وزي ما قلت لكم على السكيل الصغير، انت عندك سيرفيس بدات تستخدمها دلوقتي على موبايلك، على اللابتوب بتاعك، ما هي الا ابلكيشن او تطبيق لفكره الكلاود. لغايه هنا في اي حد عنده اي فكره او عنده اي سؤال حابب يسال فيه؟ حد هيفتح المايك ويقول؟ اه انا كان عندي سؤال هنا في الحته دي يا باشمهندس محمد. تمام، اتفضل يا ال... باشمهندس. انت قصدك بالكلاود ان هيبقى زي بدل ما كنا بنشتغل على السيرفرات اللي هي جوه كل شركه او كل مؤسسه بتستخدم اي سيستم له علاقه بالديتا وير هاوس، بان يبقى كل الداتا دي متخزنه في اماكن سنترال، ريجاردز بقى الشركات اللي هتاكسس على الداتا دي. يعني ممكن يبقى اكتر من شركه لهم داتا في نفس السيرفرات او في نفس السيرفر، مظبوط ولا انا جدا. فاهم خطأ؟ لا لا، 100% اللي انت بتقوله ده مظبوط. انا ممكن انا جنبي اي بي بي، انا وهم احنا شغالين كلاود، وانا وهم موجودين على داتا سنترز واحده، بس فين؟ بره مصر. امبارح كانت موجوده في شنغهاي، بكره هي موجوده في نيويورك. فالموضوع هم عاملين له جلوبال بطريقه، عاملين له ار دي بطريقه عنكبوتيه. انت نفسك ما بتعرفش الداتا سنتر بتاعتك موجوده فين يعني. بس اللي انت بتقوله ده 100% يعني. سكيورتي وايز بقى الكلام ده ما بيبقاش في ريسك على الداتا بتاعت الشركات او الحاجات دي، ولا بيبقى له طرق بقى لحماية الداتا بتاعت الشركات دي؟ حلو قوي السؤال ده، كويس جدا. السكيورتي هي بوينت في الجانبين، سواء في الاون بريم او في الكلاود. بمعنى ايه؟ هو اوريدي انت بتمضي، وانت بتمضي مع الاجريمنت هو بيتكفل وبيمضي بيتعهد بحمايه الداتا دي بالنيابه عنك. وبالتالي يعني مثلا المملكه العربيه السعوديه، احنا كنا شغالين في بعض الشركات دي لغايه دلوقتي بسبب اللي احنا عارفينه طبعا، بيتم هاكينج على المملكه بصوره كبيره جدا خلال ال5 سنين اللي فاتوا. بسبب الموضوع ده بعض الامانات بقتش تشتغل، ما بيشغلوش الانترنت داخل الامانه. يعني الامانه دي زي المحافظه عندنا او زي الحي مهم. عندنا، بس هي لا، زي المحافظه عندنا، زي امانه مكه مثلا، امانه العاصمه المقدسه. امانه مكه ما فيش انترنت داخل الامانه. ليه؟ لانه خلاص ايه هو ايه الهاكينج بيجي منين؟ بيجي من خلال الانترنت، خلاص ما طلعش انترنت، فهو بيحجب نفسه عن العالم خالص، وبيشتغل على السيرفرات بتاعته، وما بيخرجش. حتى الايميلات بيعمل لها ورك اراوند كده عشان السيرفرات دي ما تشوفش انترنت بتاتا اللي موجود عليها الداتا بتاعتك. فده ميزه وعيب. ميزه ان انت اهو انت خلاص عندك الداتا بتاعتك، العيب ان انت خلاص انت محجوب عن العالم، وبقت في ليميتيشن في مخاطبه العالم. على الناحيه الثانيه
الشركه بتتكفل لك، بتامن لك، هتدفع لك تعويضات، وفي في كيسز حصلت بالكلام اللي احنا بنقوله دوت. احنا بنتكلم على اللي احنا كنا بنعتقد من 3 4 سنين هو توب سكيورتي تيمز داخل الشركات، التيم بتاع ابل. ورغم ذلك لو حد فاكر من 3 سنين او من سنتين تقريبا حصل تسريب لمشاهير بالصور بتاعتهم. وده احنا بنتكلم اهو كلاود ستورج سيرفيس موجوده على ابل، اللي كلنا كنا بنقول ابل سكيورتي وايز في الايفون وفي الماك ورغم ذلك حصل. ففكره ان انت تقعد تقول مش هيحصل، لا، هو حط في دماغك بنسبه مش كبيره، بس لازم تبقى الفكره وارده، لان التكنيكس بتاعت الهاكينج بتتغير زي ما التكنولوجي بيحصل فيها ابجريد، الهاكينج برضو بيحصل فيها ابجريد. الثغرات، الناس الابلكيشنز كروم، احنا بنتكلم من شهرين كان في ثغره، جافا كان في ثغره، حتى التوب كمباني بتاعت السوفت وير والتكنولوجي في العالم عندها ثغرات. فيسبوك كلنا طبعا كنا سمعنا عن اللي حصل، التسريب اللي حصل من خلال سيرد بارتي ابلكيشن، يعني حتى مش من الابلكيشن بتاعهم، لا ده من سيرد بارتي كان بيخش بيعمل حاجه. الابلكيشنز اللي كلنا بنلعبها والاطفال عندنا بيلعبوها، المزرعه الغير سعيده والسعيده والكلام الفاضي ده، الحاجات دي بتاكسس داتا جوه الفيسبوك، حصل فيها تسريب. فده انت عندك السكيورتي في التو هم ايشو، ولازم انت تحمي الداتا بتاعتك بطريقه او باخرى. ولو هو هيحميها لك، هو طبعا هو هيبقى عنده تيمز اقوى من التيم اللي عندك، فهيحميها لك يعني. ده بخصوص نقطه السكيورتي يعني، بس هو سؤال كويس جدا. تمام، عظيم جدا، شكرا جدا يا باشمهندس. عفوا هندسه. ايه، اي شاب تاني كده، استاذه استاذ، يفتح المايك يسال، حسيتنا ان احنا قلنا حاجه كويسه لغايه دلوقتي. اسلام انت فتحته وبعد كده رجعت تاني، او اسلام. طب انا ممكن اختار عشوائي على فكره. مم. طب عمرو مجدي، عمرو سمعنا؟ انا بس ممكن اقول حاجه بسيطه بخصوص الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه ده. هو احنا تقريبا دلوقتي اللي باشمهندس محمد بيتكلم عنه هو الرحله بتاعه الاركايفنج بتاعه الداتا بدات منين لحد ما بقت ايه، والمستقبل بتاعها رايح فين. فلو حد عنده تساؤل في الفكره بتاعه الداتا فلو والاركايفنج بتاع الداتا، والداتا بتتخزن فين، والفرق ما بين الطريقتين اللي هو اتكلم عنهم في ان احنا نحتفظ بالداتا بتاعتنا سواء على سيرفرات خاصه بالشركه جوه الشركه، وبالتالي تبقى هي كنترولد من تيم الشركه بس، او اننا نروح نشتري او نتأجر من سيرفرات انترناشونال موجوده بقى في اي مكان، ويبقى الشركه دي هي اللي مسؤوله عنها. يعني لو الحته دي فيها اي امبيجوتي او كده وحد حابب يسال فيها، تمام. لو خلاص الدنيا تمام ممكن بقى نموف اون يعني، ونتحرك للنقطه اللي بعد كده. اوكي تمام، اوكي نتحرك، مفيش مشكله. بس انا برضو هستنى الفيدباك، يعني الفيدباك بتاعكم هيبقى مهم جدا ليا. ان شاء الله. الفكره دلوقتي السلايد اللي احنا واقفين عليها دلوقتي بتتكلم على التوب، ودي زي ما لو حد خد باله في البدايه، التوب دي اكسبريشن غلط، مفيش حاجه اسمها توب. كل اي ار بيز اللي موجوده في العالم هي ابليكابل، اهم حاجه هي بتميت الريكويرمنت بتاعتك. ولازم نحفظ الجمله دي، مهمه جدا. اي سوفت وير في الدنيا هو لازم يكون بيميت الريكويرمنت بتاعتك. لو مش بيميت، حتى انت على المستوى الشخصي، لو انت بتستخدم موبايل ابلكيشن، لو هو مش بيميت انت مش هتنزله او مش هتشتريه لو هو مدفوع. وبالتالي كلمه توب، يعني في السوفت وير لو حد يجي يقول لك ايه التوب، حد بيخش يتكلم معايا كنت شغال في شركه يقول لك بص الابلكيشن ده التوب اللي في العالم. الكلمه دي مش موجوده، العالم ما حتى ما بيتكلمش فيها. احنا ممكن نتكلم على الكومن اي ار بيز المستخدمه في العالم، المشهورين اللي مستخدمين في العالم، من حيث ايه لينا كي بي اي بنحسب بيها النمبر اوف كاستمرز. ودي ممكن لو حد حابب احصائيات انا ممكن ابعت له لينكات فيها. النمبر اوف ترانزاكت، النمبر اوف يوزرز، النمبر اوف كومبانيز، النمبر اوف كاستمرز اللي بيستخدموا الابلكيشنز دي. فالاربعه المشهورين في العالم دلوقتي، احنا بنبدا باس اي بي، ده الماني ومعروف.
في ناس بتنطقه اس اي بي وفي ناس بتنطقه ساب، يعني حسب، دي ما فيهاش اي مشكله. تاني شركه واللي انا بشتغل بجزء كبير منها اللي هي اوراكل. واوراكل عندها ابلكيشنز كتيره، مش 1 اي ار بي، ودي برضو مفاجاه ليكم، يعني ما عندهاش 1 اي ار بي، عندها كذا اي ار بي، وكل اي ر بي عنده نقط القوه بتاعته والضعف. ودي من الحاجات برضو اللي كلنا بنلاحظها في الرأسمالية الأمريكية أو في البيزنس الامريكان بيزنس، ان هو لازم يبقى عنده اكتر من الكومباني الواحده اكنها بتنافس بعض. يعني قبل الكلاود كان الاوراكل عندها الاي بيزنس سويت وده اي ار بي، كان عندها الجي دي ادوار وده اي ار بي، كان عندها البيبل سوفت وده اي ار بي، وكان عندها ابلكيشنز تانية صغيره بتكفر لا ترقى للاي ار بي، بس بتكفر سيكتور معين جوه البيزنس زي الهيلث كير، زي السي ار ام. كان ليها ابلكيشنز منفصله مش اي ار بي، وده اوراكل بس لوحدها. داينامكس ده تبع مايكروسوفت، طبعا كلكم عارفين مايكروسوفت عندها برضو اي ار بي اسمه داينامكس، وبرضو في بعض الشركات هنا في مصر بتستخدمه، وخاصه في مجال الريتيل. الانفور وده ابلكيشنز امريكي، ومينلي هو اي ار بي بس بيخاطب، هو هيوج كبير جدا وستاندرد بزنس سيرف، يعني يعني الكستمايزيشن اللي فيه قليله جدا، وبيخاطب الموتسو، بيخاطب صناعه السيارات. فهتلاقي طبعا التوب كمباني في الموضوع بتاع الموتسو هتلاقي دايما بتستخدم انفور. ده كده مش التوب تمام. تاني انا كتبتها توب وكنت قاصد انا اكتبها، بس عايزين برضو اي حد يكلمنا، مفيش حاجه اسمها توب خد اوراكل ده حلو، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. اهم حاجه انا عندي ريكويرمنت دي بيخاطبها ابلكيشنز فراح اشتري. وده عيب بتقع فيه الشركات في مصر يا جماعه كتير جدا، يروح يشتري ابلكيشن ويبدا يعمل امبلمنتيشن وهو في الجو لايف يقول لك لا ده مش بيميت الريكويرمنت بتاعتي. دي كتير جدا قابلناها، وامبلمنتيشنز كتير بتفشل في مصر للاي ار بيز بسبب ان الشركه بيخش عليها الراجل بتاع السيلز يقول لهم هذا يعني فخر الصناعه الامريكيه، ويبدا يروج للموضوع من ناحيه السيلز ويبيع، وفي الاخر الناس ما عملتش الاكسرسايز ان هو يشوف ادي احتياجاتي، ادي البروسيس بتاعتي يا جماعه وريني بتعملوها ازاي. يبدا يعمل البايلوت اكسرسايز ديت في مراحل احنا بنسميها السي ار بي او مراحل الاناليسيز. ما بيعملش الكلام ده كله، وبنفاجئ بعد كده في الجو لايف لا اصلا مش هستخدم الابلكيشن ده، بعد ما بيشتري ابلكيشنز يصل لملايين يعني. تمام كده. السلايد الاخيره هنتكلم فيها، هناخد كده يعني مش كويك، يعني ممكن نسميها كويك اوف كويك، يعني حاجه سريعه جدا على الميديولز الكومن اللي موجوده جوه اي ار بي. اي اي ار بي سواء ساب سواء اوراكل سواء دايناميك هتلاقي معظم الميديولز ديت. الشورت اللي انا استخدمه، الشورت كاتس اللي انا استخدمتها دي هي دي بس عشان اخليكم مش تحفظوها تتذكروها بس. فكره البي او هو مش البي او، البي او هو اختصار بيرشيز اوردر، بس هنا احنا بنريفير ليه للبرشيزنج او للبروكيرمنت. الفكره بتاعت السبلاي تشين، فكره اللي انا بخاطب فيها السبلاير، اللي بكاري فيها الريكوزيشنز الطلبات بتاعتي. لو انا شغال في كونستراكشن فانا عندي سايت ده بيبقى ليه ريكوزيشنز، فالريكوزيشنز بيخش يدخلها على الميديول بتاع البرشيزنج. الريكوزيشنز دي بتتحول بعد كده لستيجز، منها الكوتيشنز عروض الاسعار الكلام ده كله، لغايه ما بيتحول في الاخر لمنتج نهائي اسمه بي او او بيرشيز اوردر. بعد دي بسلمه للسبلاير. السبلاير بيبدا يعمل بروسس بتاعته سواء بقى تصنيع او شراء، وبيبدا يورد لي الحاجات ديت في الوير هاوسز بتاعتي، فببدا استخدم ميديولز تاني اللي هو الثالث من فوق اللي هو الانفنتوري. الانف ده هو اختصار انفنتوري او اللي هو الوير هاوس مانجمنت، ده اللي انا بكنترول فيه بقى الريسيفنج. عندي ريسيفنج اريا بستقبل، لو انا عندي في السايت فانا عندي مخزن يخص السايت بستقبل فيه الماتيريال بتاعتي، بعمل فيه انسبكشن. عندي كواليتي بلان بتتم على المنتج دوت، بعمل فحص بناء بقى على السيكتور اللي تخص الماتيريال. ببدا اعمل الفحص بتاعي وببدا بدليفر او بريسيف جوه الوير هاوس فاينل، بحط الحاجه في مكانها جوه المخازن. ده بيتم ثرو ذا سيستم. عايز اقول لكم برضو حاجه جوه الاي ار بيز، الموضوع ده ممكن يتم مع التعاون مع الفكره بتاعت السمارت ديفايسز، ان انا ممكن الهاندلز دي كلها
اوراكل بتسبورت ان في هاندلز معينه بيبقى محطوط عليها جزء من السوفت وير، بحيث ان انا لما بعدي على الكومبوننت باركود اوريدي الحركه دي اكنها ريسيت، اكن انا عملت ريسيفنج للماتيريال جوه المخزن. وبالتالي ده اللي انا بقول لكم بقى فكره الانتربرايز، مش بس ممكن ان انا افتح كيبورد، افتح قصدي اللابتوب بتاعي واقول ان انا استلمت الصنف ده او لا. لا، احنا كنا شغالين في الريتيل، كان الريسيفنج اريا عباره عن هو جهاز باركود، والباركود ده بيرمي الترانزاكشن بتاعته جوه الداتابيز بتاعت الاوراكل. استكمالا للسبلاي تشين ميديولز، احنا عندنا الاوردر مانجمنت اللي هو الاو ام اللي هو الثاني، ده الخاص بالاوردرات اللي انا بعملها مع الكاستمرز بتوعي. وما تتخضوش ان احنا بنجري في الموضوع ده، بس احنا بندي فكره مبسطه جدا بس عشان اوريكم قد ايه هي فكره ايه الفرق ما بين ان انا عندي انديفيدوال سوفت وير وانتربرايز. فالاوردر مانجمنت هو في خطوط بسيطه جدا هو بيخاطب الاوردرز اللي انا بعملها مع الكاستمرز بتوعي او الكلاينت بتوعي، او انا عندي عميل بعمل له فواتير، فبعمل له اوردرز سواء بسيرفيس او ببرودكت، بعمله من خلال ميديولز الاو ام. من شويه قلنا البي او، وبعد كده رحنا للمخازن، رحنا استلمنا. نفس القصه في الاوردر مانجمنت، بعمل الاوردر وبروح المخازن اخرج منها البرودكت دوت، لو هو ماتيريال بخرجها. وبالتالي اهو زي ما قلت لكم انتربرايز انتجريشن لايف ما بين الميديولز كلها. فوانس ان انا عملت الاوردر وبقى كامل 100%، بقدر من خلال المخازن اعمل الشيبنج ستيج كامله جوه الميديول دوت. طبعا الاساس زي ما قلنا هو اصلا التصنيع هو اللي بدا الاي ار بي، فطبعا التصنيع للميديولز بتاعته، الام ار بي، البلاننج بتاع الماتيريال، البوم، البيل اوف ماتيريال بتاعت التصنيع، والويب اللي هو الورك ان بروجرس بتاعت الماتيريال اللي بتكنترول خطوط الانتاج، الريسورس مانجمنت بتاعت الانتاج، سواء بقى ماشينز، لاينز، حتى المان باور، الكلام ده كله السيستم او الميديولز بتاعت البوم والويب الاثنين دول بيكنترولوا عمليه التصنيع. ودي ميديولز كبيره جدا جوه الاي ار بيز. انا اقول لكم بس مثال بسيط قوي. الاي ار بيز بيفرق ما بين حاجتين في التصنيع، سواء انا بصنع منتج من خلال فورميولا، يعني انا زي مصانع جهينه والمراعي، الناس دي بتخش لهم رو ماتيريال وبعد كده بيخلط وبيخرج منتج نهائي مختلف خالص عن اللي هو دخله يعني. وفي خطوط انتاج تانية انا بدخل مجموعه زي مثلا احنا كان في عندنا ورش جوه السويدي كانت بتصنع الطوب، وكانت بتصنع الحديد، نوع من انواع الحديد كده، كانت بتعمل عليه بروسيسنج معين عشان نستخدمه في المحطات بتاعتنا. فكنا بنستخدم التو المودلز كنا بنستخدمهم جوه الورش ديت، سواء فورميولا ان انت بتخلط منتجات عشان في الاخر بتخرج منتج نهائي، او ان انت بتدخل منتجات بكميات معينه عشان تخرج منتج برضو نهائي بدون تخليط. الكلام ده كله كان موجود. كل الكلام ده احنا قلنا في اللاير اللي متلونه بلون واحد ده، دول كلهم احنا بنسميهم في الاي ار بي السبلاي تشين او الاس سي ام، سبلاي تشين مانجمنت، ان انا بكنترول وبمونيتور وبكريت الترانزاكشن اللي بتخص السبلاي تشين. عندي طبعا بقى بعد كده الفايف ميديولز المهمين جدا هتلاقيهم في اي اي ار بي، اللي هم الفاينانشال. وده هنا ياخدنا النقطه زي ما احنا شفنا كده، الجزء اللي فوق ده جزء كبير مش جزء صغير، ولكن برضو في بعض الشركات في مصر بتاخد كونسبت الاي ار بي دايما للفاينانشال، ما بيبقاش مدرك لا ان هو ده انتربرايز، هو بيكفر كل السيكتورز يعني. فعندنا الاي بي ده اللي احنا بنخاطب اللي هي البيبل، اللي بعمل بيها البيمنت للسبلاير، الانفويس بتاعت السبلاير، بديله فلوسه، بتابع الستيتمنت بتاعته، بتابعها من خلال الاي بي. بيسبورتوا طبعا السي اي او اللي هو الكاش مانجمنت انتري، اللي انا من خلاله بقى بتابع حركاتي اللي انا عملتها مع السبلاير بس من خلال البنك، بعمل ريكونسيليشن مع البنك، بشوف حسابي انا الشخصي كشركه مع البنك، ايه الحركات اللي تمت عليه. الاف اي ده الفيكسد اسيت، بكنترول الفيكسد اسيت. واحنا في الكونستراكشن الفيكسد اسيت من الميديولز الرهيبه والكبيره واللي فيها فيتشرز كتيره، في شركات كتير جدا ما بتستخدمهاش، واحنا ما زلنا حتى في الشركه عندنا بنحاول ناكتف الالوت اوف ميديولز الخاصه بالفيكسد اسيت زي الانتربرايز اسيت مانجمنت، عشان المعدات، الاكويبمنت، الكنترول بتاعها، الريسورس اللي بتشتغل عليها، المان باور بتشتغل عليها، الاي ار بي سواء اوريكل او داينامكس او ساب. الاي ار طبعا ده الريسيفبل اللي انا من خلاله بحصل الكوليكشنز بتاعتي من الكلاينت بتوعي من خلال ترانزاكشن وريسيتس بتتم على الريسيفبل او
الاي ار. زي ما قلت لكم الكاش مانجمنت بيكفر كفاينانس، بيكفر لان هو بيتابع حركه بنوكي، وبالتالي حركه بنوكي لا اما ان لا اما اوت، او الكاش فلو بس بتاعت البنوك مش بتاعت البروجكت، عشان ده كونسبت تاني مختلف. وبعد كده عندنا ميديول بقى اللي هو الجنرال ليدجر، اللي هو لو حد اشتغل فاينانس او خد الاكونتنج فور نون فاينانس او يعرف قشور عن الفاينانس. الليدجر بقى في الاخر اللي هو دفتر الاستاذ اللي احنا بنسميه كذا اسامي بالعربي، اللي بتجمع فيه كل الترانزاكشن از اكونتنج اللي بتتم كل الميديولز اللي فوق دي كلها. بلمها كلها في ليدجر واحد، بطلع الترايل بالانس بتاعي، بعمل انكم ستيتمنت، بعمل بالانس شيت. الكلام ده كله بعمله في جي ال لانه انتجريتد مع بيرشيزنج بيبعت له اكونتنج، مع انفنتوري بيبعت له اكونتنج، مع الاساسي اللي احنا نسيناه البروجكت مانجمنت او اللي هو البي اي اللي انا بكنترول منه البروجكتس بتاعتي. البروجكت اللي انا عندي ستارت واند ليها بكنترولها برضو من خلال الميديولز، بحط الاستراكشر بتاعي، بحط البادجت بتاعتي، الحاجات اللي احنا بنسميها السي اي بي او الاكتيفيتي. الاستراكشر ده بحطه برضو ثرو السيستم، او من ضمن الحاجات الموجوده مثلا على سبيل المثال موجوده في اوريكل في انتجريشن ما بين البريميفيرا ده كومن ابلكيشنز بيستخدموا المهندسين جوه البلاننج جوه الشركات اللي بتشتغل اي بي سي او بتشتغل كونستراكشن. في انتجريشن ما بين الاي ار بي موديولز الخاصه بالبروجكت وبريميفيرا، وبالتالي بقدر اللي بيتم على بريميفيرا بقدر اخد منه واقدر اغذي كمان بريميفيرا بباك سواء اكشوال او داتا تخص البروجكت. البروجكت برضه فيه الكونتراكت اللي بيني وبين الكلاينت، زي بروجكت كونتراكت، عندي في مانجمنت للبروجكت، عندي بيلينج، عندي الفوتره اللي بفوترها مع البروجكت. كل دي موديولز، احنا عندنا حوالي 5 موديولز اساسيين جوه البروجكت. بس مش عايزكم تتخضوا، انا حطيت بس بوينت بسيطه بجري، انا عارف بقول كلام كتير ممكن يبقى كتير منه مش مفهوم، برضو ما تقلقش. الفكره كلها انا بس بحاول احسسك ان الدنيا مش صعبه، هي كتيره بس هتتلم بسهوله. انت في شركتك في مكانك، انت بس فيك حاجات في المايند سيت لازم تحططها. الفكره احنا اتكلمنا عليها النهارده، فكره ان احنا رايحين للكلاود. الشركه عندك بتتكلم ان رايحين نجيب سوفت وير. يا جماعه طب احنا عملنا ماب ما بين الريكويرمنت بتاعتنا والسوفت وير ده ولا لا؟ عملنا الاكسرسايز ده كويس ولا لا؟ انا كشخص، انا كمهندس، انا كواحد بشتغل في سايت عايز انمي، عايز اشتغل على البروجكت موديولز بتاعت اوراكل، بتاعت ساب، عايز اشوف الناس دي بتتكلم في ايه. انا راجل ستيل بكنترول البروجكت بتاعي من خلال شيتس، ولا اقلل من الشيتس طبعا هي الكنترول بوينت بالنسبه لنا. وبس في الاخر هو شيت، هو يعني انا اقبله كسوفت وير، بشتغل في السوفت وير، اقبله كتول بعمل عليها اناليسيز، بس مش ان انا بعمل عليه ترانزاكشن. صعب قوي ان انا اعمل عليه ترانزاكشن، وخاصه لو بشتغل في مشروع كبير الورك بريك داون ستراكشر بتاعه كبيره، ممكن تبقى 500 لاين، 400 لاين، 200 لاين، هتوه في الشيت بتاعي. كلنا بما فيهم انا، وكنا بنقع في اخطاء على الشيت، سلايه دفت عليها بالغلط، الكلام ده كله. فالمايند سيت بتاعتك لازم تبقى فاهم القصه دي كلها، لازم تبدا تخرج من عباءه الشيتس، تشوف الابلكيشنز تشتغل مع بعض ازاي. انت ما هتخش على الابلكيشنز ديت هتبدا تلاقي ان اصلا في ستاندرد ميثود للكنترول مثلا بتاعت البروجكت من ناحيه الكوست. في حاجه اسمها كوست تو كوست، في حاجه اسمها الريفينيو اجينست كوست. احنا النهارده بنتكلم لا احنا عايزين يبقى في البروجرس بتاعت المشروع اجينست الاكشوال كوست مع الريفينيو، مش كوست ريفينيو بس، عايزين ندخل دايمنشن ثالث. طب الابلكيشن هيكفر ازاي؟ الكلام ده كله مواضيع كلها ما بتطلعش الا من البيزنس. واحنا حتى في سوفت وير لينا مقوله زمايلنا طبعا دايما بيسمعوها مننا، بيزنس ليدز. هو البيزنس اللي بيليد دايما السوفت وير، مش السوفت وير هو اللي بيليد البيزنس. واي كلاود دلوقتي نجاحه بيتوقف على التانك للايديا اللي هو بيعمله. يعني اوراكل مثلا عامله حاجه اسمها ايديا بلاتفورم، انت بتخش بتقول لهم انا بشتغل على السوفت وير بتاعكم، بس في كيس يوزر كيس كده، دي يعني تكر ليها حلوه، تدي بينفيتس للبيزنس كويس، الار او اي بتاعها كويس، فتدي له البيزنس كيس ديت. هو على طول اوريدي الكلاود برضه يا جماعه من مميزاته ان هو بيعمل ابجريد
كل كوارتر. يعني اوراكل ساب من الناس اللي في العالم دلوقتي كل كوارتر هو بينزل ابديت، بينزل ريليز، ومع كل ريليز يجي يقول لك يا جماعه دي باج فيكس او فيكس للباج ديت، ودي الفيتشرز الجديده اللي انا دخلتها لك، سواء بقى حاجه بتكفر عندك حاجه في البروجكت، حاجه بتكفر حاجه في الفاينانس، حاجه بتكفر في الوير هاوس في التصنيع، وهكذا يعني. اتمنى ان انا كنت بجري، انا عارف. احنا اول مره نتقابل، ودي برضو نقطه تانية. اتمنى ان انا اكون في التوكو قلت معلومات مفيده. الفيدباك، الكتابه، النوتس، العالم يا جماعه بيتغير، بيتحرك بصوره كبيره، واحنا الجيل ده، يعني مش هقول الجيل بتاعي بقى لان خلاص انا رجل 40 يعني. الجيل الصغير انا بحذره، الحركه دايناميك تكاد تكون زي احنا بيوصفوها دلوقتي، فكره اليابان. هي ارض على هي على بركان، او مش على بركان، هي القشره الارضيه بتاعتها هي زلزاليه، تعرض للزلازل، ورغم ذلك هي قدرت تواكب. لو احنا مش هتواكب اللي رايح، انت اول زلزال هتبقى بره السوق. التنافس رهيب جدا. هنود بينافسونا في بلدنا دلوقتي. احنا بنحب نخرج بره، بنلاقي منافسه من دول كتيره جدا. مشكلتنا في التعليم بس. احنا عندنا عقول كويسه، فده احنا ممكن نعالج مشاكل التعليم بتاعتنا بالعقول اللي موجوده عندنا يعني. اتمنى اكون في التوكو، واشكركم جدا على وقتكم. شكرا جزيلا يا باشمهندس محمد. يعني انا بشكرك على لساني وعلى لسان كل الناس اللي هتسمع السيشن دي في اي وقت، وممكن يستفيدوا من اللي حضرتك قلته فيها. كمان بس انا حابب اوضح للناس لو في اكسبريشنز او في كلام بيتقال دلوقتي، وبالذات لزمايلنا واخواتنا اللي هم ممكن يكونوا لسه بيسمعوا عن الموضوع لاول مره، او ما بيستخدموش الاي ار بي في شغلهم. انهم ما يقلقوش. هو بس السيشن بتاعت النهارده كان، حتى وانا بتكلم مع مهندس محمد كان بيقول ان هي هتبقى جاست كده ديفينيشن للموضوع وانترو. كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها النهارده دي، وكل الموديولز اللي الباشمهندس محمد بيتكلم فيها النهارده، هنتعرض لها تاني بقى بشيء من التفصيل. وثرو بقى السيشنز اللي هتتعمل بعد كده، اي حاجه هيكون فيها تساؤل او اي حاجه تكون مش واضحه، اي حاجه لها علاقه باي بزنس بروسيس بتتم من خلال اي سوفت وير ابلكيشن انكلودد جوه الاي ار بي سيستم، اي حد فينا بيتعرض لها في شغله وما كانش فاهم او ما كانش مستوعب هي ايه الغرض منها او ازاي بتتعمل او ايه البيست براكتس بتاعتها، ممكن بقى يبدا يسال ويبدا يتناقش فيها مع مهندس محمد، وهو يبدا يقدم السوليوشنز ليها. كل ده بيساعد ان هو هيبدا يتعامل مع في السيشنز بتاعته، يعني ستيب باي ستيب، عشان يبقى الموضوع مفيد لكل الناس، سواء اللي هو اصلا بيستخدم الاي ار بي، سواء من اوراكل او من ساب او من اي ديفلوبر، او لو حد لا ما بيستخدموش وهو اول مره يسمع عن الموضوع وعايز يتعلمه وعاوز يفهم الكونسيبت ورا السيستم يعني. فانا بكرر شكري ليه، وسواء كان على الوقت بتاعه او على الايفورت اللي هو هيعمله معانا في مجموعه السيشنز دي. وبقول له كل سنه وهو طيب، وطبعا كلكم جميعا كل سنه وانتم طيبين. وباذن الله كده دي هتبقى اخر سيشن قبل العيد. باذن الله بعد العيد نبدا ننزل بقى مواعيد السيشنز اللي هتبقى جايه بعد كده. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس عمر، وتحياتي ليكم كلكم. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم طبعا، والسنه الجايه تبقى سنه جميله عليكم. احنا امه اقرا، وامه نتعلم لنعمل. ففعلا زي ما قلت لكم من شويه، عقولنا احنا عندنا عقول يعني تفوق الغرب بكثير. بس هي ظروفنا، بس احنا بنحاول، والمحاوله دايما بتبقى النتائج بتاعتها رائعه للجميع يعني. الافكار، انا شايف في وليد رافع ايده، لو حابب تقول حاجه قبل ما السلام عليكم مهندس محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا بحب اشكرك جدا، وبحب اشكر المهندس عمر. يعني طبعا زي ما حضرتك قلت الفيدباك مهم جدا، بس الموضوع بالنسبه لنا فعلا جديد خالص. يعني انا بستخدم الساب في الشغل عندي ككوست كنترول انجينير،
بس هم في بدايه المشروع او في بدايه ما بدانا نشتغل عليه ادونا مثلا الترانزكشن كود الخاصه بالريبورتس المعينه اللي احنا بنحتاجها، سواء ماتيريال، سواء اسيتس، سواء حاجه بالخاصه بالسب كونتراكتورز، ترانزكشن معينه. بس عمري ما كنت ببص للموضوع انه في انتجريشن كامل بين كل حاجه وبعضيها، يعني انا بس واخد مجرد فكره معينه عن الحاجات اللي تخصني فقط. فالموضوع فعلا بالنسبه لي جديد تماما، فجزاك الله خير عليه، ان انا اقدر افهم السيستم ككل شغال ازاي، وان انا اقدر اربط بين كل قسم. يعني الساب عموما عندنا شغالين عليه بتوع الاكونتس جامده جدا، والفاينانشال فعلا دول ايه بيدخلوا كل الداتا عليه، والانفنتوري طبعا في الماتيريال. بس احنا زي ما قلت لحضرتك بناخد ترانزكشن كود معينه، بننزل تقرير معين، وبعد كده بنكمل شغلنا على الاكسل. فكون الواحد يشوف السيستم من الخلف ازاي بيشتغل، والحاجات دي كلها بتعمل انتجريشن مع بعض ازاي، دي حاجه مفيده جدا وجميله جدا يعني، فبنشكرك عليها يعني، فجزاك الله خير. وجزاكم طبعا. ويعني انا سعيد جدا باللي انت بتقوله، ان هي يعني ان احنا نطلع النهارده ان انت بس فاهم ان القصه اللي حتى زمايلك في الفاينانس بيعملوها، وبيدوك ترانزاكشن بس تاخد بيها ريبورت عشان في الاخر تكمل، سواء بتكمل بقى كوست ديستريبيوشن للبروجكت بتاعك او كله على الاكسل. انت ممكن بعديها سيشن تانية تالتة تبدا تقول لهم يا جماعه، طب هو انا ليه ما بدخلش الترانزاكشن دي، وتساعدوني واساعدكم ان الترانزاكشن دي تبقى ثرو السيستم، ان احنا نبدا نشوف الكوست ديستريبيوشن بتاعت البروجكت دايركت من خلال السيستم، مش من خلال اكسل شيت. ففعلا انت بس النهارده اخرج بس من فكره ان احنا يعني الفكره الوحيده اللي ممكن تخرج منها النهارده ان اي ار بي في الدنيا هو انتجريتد، هو بيكلم بعضه بطريقه او باخرى، عشان كده الشركات بتشتريه عشان تقلل الكوست بتاعها. احنا بقى في التطبيق زي ما قلنا من شويه كده، في شركات بتاخد الاي ار بي ان انا عايز فاينانس عشان اجنريت الترايل بالانس بتاعي، او اجيت البالانس شيت او هكذا. الكلام ده كله لا، هو مش صحيح. و لا، الموضوع انتجريتد من الجي ال للبروجكت، للفيكسد اسيت، للاكويبمنت ترانزاكشنز، للانفنتوري، للبي اوهات اللي انت بتجيبها وبعد كده بتستلمها او تلغيها. الكلام ده كله انت بتقدر تشوفه ثرو السيستم يعني. مظبوط يا هندسه. حتى انا يعني لو عرفت الحاجات دي كلها وبدات استفاد منها، ممكن اعمل كل التقارير ديت على السيستم بدل ما انزلها على الاكسل واضيع وقت فيها كتير جدا. خصوصا لما يكون مظبوط جدا. يعني حضرتك انت قلت مثلا في البادجت مثلا بالورك بريك داون ستراكشر، انا عندي الورك بريك داون ستراكشر 32000 لاين، فبنزل كميه لا مش طبيعيه. لا، بدون بص، ده مبالغه مثال اللي يعني. انت بتقوله ده. بص، ده مثال. يعني هو كان في ديفينيشن للاكسل، كانوا بيتكلموا في الناس اللي بتتكلم في الداتا اناليسيز عموما، ان الاكسل فوق ال 5000 رو انت كده خرجت بره استخدام الاكسل. مظبوط. يعني انا فوق ال لو 5000 بعمل رو، فلتر ما بعرفش اشتغل. لو انت هتعمل اناليسيز على داتا، انت ده كمان انت مش بتعمل اناليسيز، انت بتعمل ترانزاكشن على الداتا ديت. بس انت لو هتعمل اناليسيز على الداتا ديت، كانوا هم بيريكومندوا فوق ال 5000 لا، حاول تستخدم داتا بيز ميدل كده. حتى هم كانوا بيتكلموا في سيكوال لايت، بيتكلموا في حاجات خفيفه يعني، او بوست جراي، بحيث ان انت تبقى افضل بتسيب في مكان الموضوع مش لعرضه ان انت تشفت بايديك، فممكن تلاقي تطير وانت بتتكلم في 21000. ده لا، ده لازم يبقى سيستم، لازم يبقى سيستم 100% يعني. مظبوط. عشان كده احنا فعلا بنعاني كتير يعني، فان شاء الله نقدر نستفاد من الحاجات ديت، والواحد يفهم السيستم اكتر، ونحاول ننجز كل حاجه على الساب او السيستم اللي احنا بنستخدمه، يعني هيبقى افضل بكتير. باذن الله ان شاء الله. ماشي يا هندسه، جزاك الله خير والف شكر لكم. العفو. في حد عنده اسئله تاني قبل ما نترك المايك للباشمهندس عمر؟ ويجهز كده ان خلاص مفيش اسئله. شكرا جزيلا يا باشمهندس محمد على وقتك وعلى المعلومات اللي انت قدمتها لنا النهارده. وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وانتم طيبين جميعا، ونشوفكم ان شاء الله على خير في السيشن الجاي. ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين كلكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وعليكم وبركاته. السلام. كل سنه وانتم طيبين، الف شكر. شكرا لله، مع الف سلامه.